السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي متابعي قناة عزيز الدباني، حياكم الله جميعا. اليوم حنا كنتواجدوا في واحد الأرض فلاحية محفظة للمساحة ديالها 2 قطارات و270 متر. جات بإقليم بسليمان قريبة للمحمدية، جات ما بين بسليمان ومحمدية وبوزنيخ. تقريبا جات في النقطة المعروفة بال33، جات على القدرون خارجة على الطريق ناسيونال رقم 1، الطريق الوطنية رقم 1 بحوالي 400 متر، وجات على واحد القدرون صغيرة. أرض فلاحية عامرة فيها البير، عامرة بالأشجار، عامرة بحوالي 250 أو 260 شجرة الزيتون، وحوالي 60 أو 50 شجرة مخلطة ما بين أشجار أوكاليبتيس وميموزا وبعض الأشجار ديال الفواكه. أرض فلاحية مربعة واطية، عندها ما عندهاش لا فاصاد على القدرون كبيرة، عندها واحد 6 متر، هي اللي واحد الباساج ديال تقريبا 100 متر، باساج اللي كيوصل لها. أرض فلاحية ممتازة. اذا هاد الارض هادي راها مربعه، وغادي نشوفوا الشكل ديالها من بعد مع باقي التفاصيل. وراها من واحد الجانب كلها بالحيط، عندها واحد الفساد دايره بالحيط، ومن القدام راه عندها الباب ديالها، عندها البورتاي ديالها. ومن طبيعه الحال في هاد البلاصه هادي راه كاين الماء ديال لونيب وكاين الضوء ديال لوينوح. اذا اعزائي المشاهدين بقوا معنا، وحنا راه دائما كنبحثوا من اجلكم. يعني اي واحد مهتم مرحبا، غير مهتم يكفي انه يرسل لنا واحد الرساله او عبر الهاتف يقول لنا اشنو خاصو، ونجيبوا له المنتوج حتى لعنده يتفرج فيه، وممكن حتى الزياره، ما كاين حتى شي مشكل. مرحبا. وبالنسبه للمسافات ما بين المدن اللي قريب عليها، راه كاينه حوالي 18 كيلومتر بسليمان، 6 كيلومتر المحمديه، و15 كيلومتر البوزنيق. ودائما للتذكير راها جات على واحد القدرون، طريق معبده صغيره كتدخل هذه المنطقه هذه، هذه لا هذه راه كلها عامره بفيلات. وحتى بالنسبه للثمن هنا راه ما بقاش كيهبط الثمن على 300 درهم المتر مربع. وهذه راها هاوتها حمزه. هذا هو البير كنشوفوا، ها هو البير ديال الصوندا، راه لحنا فيه واحد الحجره، عامر بالماء مزيان، بير حلو وعامر، لان حتى السكان اللي حداه راه موجود الماء في هذه البلاصه هذه. وهذا هو الشكل ديال الارض، ها هي مربع من اللور وعندها هذا الباساج على القدرون. اذا اخواني اخواتي، بالنسبه للثمن فراه كيبقى اخر ثمن ديال البيع هو 200 درهم للمتر، صافي يعني كتجي شي 450 مليون تقريبا بهذه الارض الممتازه، اعتبارا الموقع ديالها موقع هائل، موقع طبيعي، موقع قريب من المدن، موقع ديال الاستثمار، ماشي غير فلاحي، استثمار سياحي او استثمار صناعي او تجاري. اذا حياكم الله جميعا، نتمنى لكم التوفيق، والى فيديو قادم بحول الله.